كله بيعرفهم إن هو هيتجوز عزيزة. طبعًا بيكونوا مصدومين وبيضحكوا بس بيتقبلوا الموضوع وبيفرحوا لهم، ويتمم الجواز ونصوح بيتجوز عزيز، واللي يشوفهم في أول الحلقات ما يشوفهمش دلوقتي خالص، هتعرفوا إن آخر الحلقة المفروض إن واحد فيهم يموت التاني، بس الحمد لله اتجوزوا في الآخر. أما بقى البطل والبطلة بتوعنا ريان وميران بيروحوا الجمعية وبيضبطوها وبيستقبلوا الأطفال، وبيكون ميران عامل لهم لوحة كبيرة ومسميها لوحة الأمنيات، وأي حد بيتمنى أي حاجة يكتبها ويعلقها عليه، وهو اللي هيقدر عليه هيعمله وهينفذه لهم. وأول واحد بيكتب على اللوحة هو ميران، وكان بيتمنى إن هو ربنا يرزقه ببنت وتكون شبه ريان، فريان بتدعي من ربنا إن ربنا يحقق له أمنيته ويكرمنا بالبنت اللي أنت بتتمناها، رغم إني شايفة إن الموضوع ده هيكون صعب جدا، على الأخص بعد ما الدكاترة عرفوها إن من الاستحالة إن هي تخلف تاني، بس بتتمنى من ربنا. وبتيجي أطفال كتير الجمعية وبيعملوا لهم حفلة وبيكون يوم ترفيهي ليهم، وريان بتستقبلهم بكل حب، والأطفال بيكونوا فرحانين قوي باليوم اللي هم بيقضوه في الجمعية، ومعظم الأطفال بتكون من دار الأيتام. وفي خلال ما الأطفال بتلعب ريان بتاخد بالها إن في بنت واحدة لوحدها وما بترضاش تتكلم معاها وما بترضاش تلعب مع أي حد من الأطفال، بتكون زعلانة عليها ومتضايقة إنها مش راضية تلعب معاهم ولا تقرب منهم، وبتحاول إن هي تتكلم معاها بس البنت ما بترضاش إن هي تكلمها. حتى ميران برضو بيحاول وبيكون مستغربها خالص ليه ما بتلعبش مع الأطفال، بس هي برضو ما بترضاش إن هي تتكلم معاه. فميران بيحاول يطلع اللي جواها ويعرف اللي مضايقها، فبيقول لها لو مش عايزة تتكلمي ممكن تروحي عند لوحة الأمنيات وتكتبي الأمنية اللي أنتِ تتمنيها وأعرف أنتِ نفسِك في إيه، يمكن أعرف أنفذه لِك. فالبنت بتفرح بالفكرة وبتروح عند لوحة الأمنيات وترسم رسمة أب وأم وأخ صغير وهي أخت ليه، فبيفهم ميران وريان إن البنت دي نفسها إنها تكون في عيلة وتكون مع أب وأم. بيكون ميران وريان زعلانين أوي عليها وعايزين يعرفوا إيه حكايتها، وبيروحوا لصاحبة الدار وبيحاولوا يعرفوا إيه البنت دي وإيه حكايتها، فبتعرفهم إن البنت دي يتيمة الأم وباباها في السجن ومفيش حد بيربيها ولا يهتم بيها، فجابوها الدار عندنا، وكل أمّا حد بياخدها ويتبناها بيرجّعها تاني، عشان شايفين إن هي بتعمل شقاوة وما بتقعدش هادية، فما بيعرفوش يتعاملوا معاها، علشان خاطر كده هي قاعدة زعلانة ونفسها إن عيلة تاخدها وتتبناها تكون في وسطهم، فبتكون ريان صعبانة عليها أوي وليه رجعوها ودي طفلة ومن حقها تلعب، بس بتحس إن دي إشارة من ربنا وإن هو باعتها لها تعوضها عن بنتها اللي فقدتها وهي حامل، وبتحس إن هي محتاجة لها والبنت كمان محتاجة لها، فتقنع ميران، وميران بيقتنع خالص أصلًا بالفكرة، بيكون أصلًا نفسه في بنت وتكون أخت الأمومة، فبيعملوا الإجراءات وبياخدوها تعيش معاهم كبنت ليهم، وبيعيشوا هُم ال4 في سعادة، وبيعدّي 4 سنين وريان بتكون حققت كل اللي هي كانت بتتمناه، إن هي تكمّل تعليمها وتشتغل مدرسة للأطفال، وعملوا حفلة كبيرة واتجمّعت كل العيلة، وميران بيكلم ريان وبيقول لها شُفتِ يا ريان كل اللي أنتِ قُلتيه اتحقق، إن أنتِ تعيشي في سعادة أنتِ وعيلتِك وما يكونش في مشاكل، وكل الأعداء دُولة يكونوا حبايب وصحاب، ولمّا أنتِ كنتِ بتقولي لي الكلام ده ما كنتش مصدّقه خالص، كنت عارف إن من رابع المستحيلات إن إحنا كلنا نعيش مع بعض كعيلة، بس الحمد لله عدِّت كل المشاكل كلنا عايشين مع بعض في سعادة، وبتكون ريان وميران فرحانين أوي باللي هُم وصلوا له، وإن خلاص الحمد لله ما عادش في مشاكل، وأثناء ما هُم متجمّعين كلّهم بتقول لهم إن أنا عايزة أقول لكم على خبر هيفرحكم، إن أنا حامل وفي توأم والحمد لله ربنا عوّضنا خير، وطبعًا الكل بيكون فرحان وعلى الأخص ميران، وبيكون شايف كده إن هو مش محتاج أي حاجة من الدنيا غير إن هو يعيش مع ريان وعيلته في سعادة، وبس كده. خلاويص خلصنا مسلسل زهرة الثالوث. أحب أشكركم جدًا، جدًا على متابعتكم ليّا، وعلى صبركم كمان عليّا، وعلى التأخير اللي أنا كل شوية باتأخره، بس والله العظيم غصبٍ عني، بكرة إن شاء الله هاحاول أبقى منتظمة وما أتأخرش تاني إن شاء الله، ولو في أي ملخص عايزين ألخصه لكم قولوا لي عليه، وإن شاء الله بإذن الله ألخصه، ولو أول مرة تسمعني ما تنساش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك مننا كل جديد. باي باي.